السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وصفات أم فارس بوتيت كويزين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحليوة سهلة مهلة وكتوجد في وقت وجيز. دواز أتاي. المكونات ديالو موجودين في كل دار، سهلة بسيطة جدا ناعية، ما نشكر لكم فيها ما وفيهاش حقها. المذاق ديالها كيجي رهيب، وتقدروا يعني حتى تستغناو على دوك لي بسكوي ديال برا وديروهم لولادكم في لانش بوكس ديالهم المدرسة. كتجي خطيرة في المذاق. الدراري صغار كيحماقوا عليها، المذاق ديالها يعني كيجذب. كتجي مرمله وهشيشه في نفس الوقت، كتجي مقرمشه من على برا ومرمله من الداخل. شوفوا معايا. الصراحه واعره في الحقيقه، جربوها ما غاديش تندموا عليها. نتمنى ان شاء الله جاوبوني في التعاليق ديالكم وتشاركوا معايا التطبيقات ديالكم ان شاء الله. المهم غادي نخلي لكم الانستغرام. هنايا مباشره غادي ندخلوا الطريقه ديال التحضير ومباشره المقادير، ما غاديش نعرض عليكم المقادير هما الاولين. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده، المهم تكون ضروري بدرجه حراره المطبخ باش ما تفقسكمش في الخدمه ديالها. هنايا عندي نصف كاس ديال السكر، ما تزيدوش اكثر من نص كاس حيت المكونات اللي غادي نزيدو شويه حلوين، لذلك نصف كاس جات الحلاوه ديالها هي هذيك. عندي هنايا كيس ديال السكر فانيلا نتنسيم، ودرت قبيصه ديال الملح كما شفتوا معايا في الاول. دابا غادي نخدموا ديك الزبده مع السكر حتى ينسجموا لينا واحد شويه. المهم راه الحليوه ديالكم كتجي ساهله الا تكون الزبده يعني بدرجه حراره المطبخ باش ما تعذبكمش في الخدمه ديالها، حيت الا كانت بارده كتعذبكم بزاف. المهم هنايا وضحت معكم كل شيء. يعني اي وحده اول مره كتصايب شي حلوه عندها في الدار غتصايبها وغتوجد معاها يعني في وقت وجيز، ما غاديش تاخذ معكم مجهود كتير، وغادي تكون معتمده عندكم ان شاء الله. هنا يعني نسجموا ليا غير واحد شويه. درت هنايا كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، ودابا غادي نخدم ديك الزبده والسكر والزيت مزيان حتى يولي عندي الخليط كريمي. هانتوما تمشيو معاها غير شويه بشويه غير بالمهل حتى تخدم معانا. هانتوما انا مشيت معاها غير دقه دقه. المهم ما تفرسيوش على راسكم باش ديك الزيت ما تبقاش كطير. المهم هنايا نسجموا لي شويه. المهم هنايا ديروا غير بالكف ديال الايد حتى تخلط لكم مزيان. هانتوما شوفوا هنايا الخليط ديالي كريمي. هنايا غادي نضيفوا حبه بيض بدرجه حراره المطبخ حتى هي. المهم عندي هنايا هاد البيضه متوسطه في الحجم، ما كبيره ما صغيره. المهم غادي نستعملوا بيضه واحده فقط. غادي نحاولوا عاوتاني نخلطوها مزيان مع الخليط حتى يولي يعني يتبدل اللون ديالو ويولي الخليط ديالنا كريمي. حاولت ما نقطعش معكم المراحل باش تشوفوا الطريقه بالضبط. هنايا بعد ما خلطتهم مزيان هانتوما شوفوا الشكل ديالها، يعني كتجي رطبه ومسعفه في الخدمه. هنايا غادي نزيدوا لها هذا المكون، هذا هو الفلون كراميل، كيعطيها واحد المذاق وواحد الرائحه واعره ملي كانت كطيب البنات. يعني واحد الرائحه خطيره، يعني تستناوها غير فوقاش طيب باش تذوقوها. الصراحه يعني عطاها مذاق زوين بزاف. المهم نتوما لكم الاختيار، تقدروا تضيفوا واحد الملعقه ديال نستلي كراميل، تقدروا تضيفوا الكراميل جاهز، تقدروا تضيفوا الكراميل ديال الدار. المهم لكم الاختيار. هنايا غادي نبدا باضافه الدقيق. وهنايا البنات عندي خماره، ولكن غادي ندير النصف ديالها، يعني نقولوا ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات ما يعادل 3 غرام ونص. المهم عندي الساشيه فيها 7 غرام، انا درت تقريبا 3 غرام ونص. المهم درت عيني ميزانيه، درت نصف ديال الساشيه. وهنايا ما كنعجنوا ما كندلكوا البنات، الحلوه ما عمرها ما كتدلك. هانتوما كنجمعوها غير برؤوس الاصابع حتى كتجمع معانا. المهم راه ما فيهاش شي تعقيدات، الحلوه جد سهله، غير عطيوها الخاطر وصافي. نتمنى البنات يكون الشرح ديالي واضح. هنايا غادي نقول لكم الكميه بالضبط ديال الدقيق. انا هنا في الاول غالبا كتاخذ معايا 390 غرام
ديال الدقيق، هذيك هي اللي عبرت في داك البول، ولكن هاد المره ما تجمعتليش بزاف. احتاجيت 2 معالق كبار، يعني 390 غرام، زيدوا لها 2 معالق كبار، عاد جمعوا الخليط ديالكم، يعني كيجي الخليط ديالكم رطب، ما هو جاري ما هو قاصح. ما تخليوهش جاري باش منين تدخلوا الحلوه ديالكم الفران ما تسيحش معاكم، وما تخليوهش قاصح، يعني باش ما تبقاش تشق معاكم الحلوه ديالكم، تجي يعني المنظر ديالها زوين كما شفتوا معايا في بدايه الفيديو. هنايا ساليت الكميه كلها ديال الدقيق اللي عندي، واخا هكا كانت مازال خاصها شويه ديال الدقيق، قلت لكم زدت 2 معالق بالضبط. المهم احترموا هاد المقادير اللي عطيتكم، وان شاء الله غادي تصدق معاكم وتجيكم واعره باذن الله. هانتوما هنايا حاولت نحلها. هنايا غادي نضيف لها هاد الشوكولا شعيرات اولا الفيغميسيل شوكولا. انا عندي هنايا 2 معالق كبار كنت درتهم في المجمد باش منين نديروهم في العجين يعني ما تذوبش معنا ديك الشوكولا بحراره الايد. درتها في المجمد باش تبقى لي هكاك شاده راسها، وفعلا بقات هكاك شاده، ما دابت ما والو، حيت دابا شويه الحال سخون دغيا كيذوب معنا الشوكولا، لذلك درتها في المجمد. غادي نحاول ندخلها شويه بشويه حتى كتنسجم لي مع العجين. المهم دوك 2 ملاعق كبار ديال الدقيق راه ما تصوروش معايا. هانتوما هذا هو العجين في الاخير، كيجي العجين ديالكم رطب. هنايا غادي نحاول نكورها. المهم غادي ندير انا الحجم ديالها متوسط، حيت ملي كتدخل الفران يعني كيضاعف الحجم ديالها، راه ما كتبقاش هكاك صغيره. لذلك نتوما الا بغيتو تعبروها عبروها، ديروها بين 20 غرام و 25 غرام، ما تفوتوش يعني 25 غرام. هذا هو الطبع اللي غادي نطبع به هذه الحلوه ديالي. المهم هذا الطبع راه متوفر في الاسواق، الا لقيتوه خذوه البنات، يعني عندي منه عده اشكال، عندي منه الصابلي، عندي منه هكا الحلوه ديال اللوز. المهم غادي نشارك معكم الاشكال من هنا لقدام باذن الله. المهم هذه من ضمن الحلويات اللي كنصايب هذا المرشم هذا خصوصا، وكيجي الشكل ديالها زوين في الحقيقه. هانتوما بعد ما كنكور الكويره ديالي كنديرها في السكر الخشن. المهم الاحسن البنات ويفضل ديروا السكر يكون رقيق. الا كان عندكم السكر غليظ حاولوا تغربلوه شويه. هنايا قطعت الشوكولا، قطعتها هنايا مربعات صغيره، وغادي نحاول نملأ داك الفراغ اللي كاين في الوسط، غادي نملؤه بديك الشوكولاته. المهم نتوما تقدروا ترشموها عادي وتدخلوها الطيب حتى كتخرج من الفران وتذوبوا الشوكولا وتعمروا داك الوسط. انا يعني اختصرت عليا الوقت، غير قطعتها وصافي درتها في الوسط، وانتم لكم الاختيار. هنايا بعجاله بعد ما شكلت العجين ديالي كله ودرتو في السكر الخشن، هنايا كنطبع قبالتكم حيت ما كانش كيبان في الاول. هانتوما شوفوا الطريقه، راه جيت ساهل مرشم يعني كيتحيد بكل سهوله. هانتوما كل ما يعني رشمت الحبه ديال الحلوه كنعاود نديرو في داك الدقيق باش ما يلتصقليش مره اخرى. هانتوما شوفوا معايا، وداك الوسط كيبقى فارغ، انا هنايا كنعمرو بالشوكولا. المهم راه الفيديو شارح راسو براسو، كل شيء واضح، غير ان شاء الله زعموا عليها وجربوها، راه كتستحق التجربه في الحقيقه. هنايا بعد ما كنت كنشكل الحلوه ديالي، درت الفران ديالي كيسخن على نار تكون مهيله. انا هنا هذا الفران اللي خدمته دابا ديال الغاز، ما خدمتش ديال الضوء. المهم درت الحراره تكون مهيله، طيبتها من الفوق حتى تحمرت لي من التحت، وهبطتها لتحت حمرت لي من الوجه ديالها. نتوما الا بغيتو ديروها عفوا في الفران ديال الضوء، طيبوها على 150 درجه، ما تزيدوش كتر. هانتوما شوفوا معايا النتيجه ديال الحلوه ديالي، كتجي محمره كتجي طايبه. المهم انا طيبتها على المهل، يعني كتجي طايبه من الداخل ومن على برا، كتجي هشيشه ومرمله في نفس الوقت. المهم كتستحق التجربه البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعاليق كي جاتكم. هانتوما شوفوا معايا المنظر ديالها كيهضر عليها النيت بلا ما نزيد نشكر فيها، والمذاق ديالها ما نعاود لكمش. نتمنى البنات تشجعوني وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو ما بين احبابكم وصحابكم واللي عزيز عليكم. نتمنى ان شاء الله تحطوا لي تعاليق يكونوا زوينين بحالكم، وتشجعوني بلي لايك. ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله يكون شي فيديو زوين ان شاء الله. السلام عليكم.